بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب على الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب نعم نعم لكنني من غير أم وأبي مدير المدرسة ساعدين يا بكاسة يلا تفضل يلا حي يلا حي المدرسة مشاعر يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا والله يا مسلم هذا طعامك استراتيجية تعلم تعال طبعا بعد ذلك الاستاذ ابو هنا فكره خلص هذه خلاص شيل معلش لو يمكن التصوير من خارج استاذ العزيز معلش طبعا جاي يكون عكس اتجاه على قارب الساعه هنا يتعلم اصفر من اللون اصفر ازرق اللي هو واحد لما يدخل المهاره يقول بدايته لازم يتعلم الطفل اما من الشكل او من العدد او من الحجم او من اي شيء بحيث انه يكون مختلف من واحد الى واحد. نضطر بعدين الطالب يتعلم ادخل المهاره من واحد اللي هو الفرق اللون يدخل المهاره من واحد الى اثنين من خلال التركيب الجديد وعمليه الارقام والنسخ هذه والمثال اللي هو المعلومات. يعني طالب واحد اثنين هنا أسلم الطالب لو عملنا واحد إلى اثنين
تطبيق واحد. يعني الطلاب بعد الإسلام ينظم عملية بالحروف رياضيات أرقام ففي تعاون في جدول ولما نوصل للأخير عملية التبادل. بسرعة بسرعة جن. بعدين نختار أصحاب عملية السيارة. نجي هنا بسرعة. بس خلاص واحد هذا وصل التوحد وأفضل تبدو التعليم وعمرك ودائما يكون هناك حطوا في المدارس عشان إن شاء الله ما شاء الله حياك الله. عندك خطة للتشخيص شخصتهم؟ شخص مركز التربية الخاصة. مالك دور؟ الآن بس جيني مشخص وذكرت. وش تشخيص؟ اضطراب توحد وهذا عنده نفس اضطراب توحد لكن هذا تقدر تزيد شوي. بس يعني يبي لهم صور اليوم. توحد. كم عندك من طالب؟ عندي هذا طلاب. هذا طلاب معك مساعد؟ كل فصل واحد. عندك غير هذا؟ ما عندنا فصل واحد. عندك عوض عندي ترك فكرية. كيف التوحد في مركز مركز رئيسي؟ هذا ليه اختيروا هنا؟ عشان أخاف زحمة الأول. الكلابية بعيدة على الكبير. على شو اسمه وهذا من القرى اللي هي حوالي المدرسة فرأت يعني اللي ما عندهم يعني الحقيقة سلوك عدواني دائما في المدرسة عندهم. أنتم معلمين أنتم معلمين ولا عندك ولا طالبين؟ ثلاثة طلاب. اليوم نرجع ها؟ فالمفترض أنكم تنقلونهم نقلة مميزة إن شاء الله. لازم تتابعونهم. لو عندنا الطالب غير إلا 10 طلاب غير لكن الاثنين لازم يصير لكم رقيب. أصل التوحد ما كان عنده خصوص الطلاب نظامه. هذا الطلاب يعني كويس. يعني كانوا وسطاء. اي وصل. احنا عارفين الآن اللي أمامنا اثنين وأنتم اثنين هذا الأثر يصير كبير جهد جدا. مضاعف جهد مضاعف شكرا لك. السلام عليكم. عليكم لغتي كيف طلاب لغتهم؟ الحمد لله. اليوم عندنا درس في الأنشودة هي نزرع أي سنة هم؟ السنة الثانية. ثاني. ينتقل معهم الشيخ الصف الثالث مع الطلاب كذا من الصف الثاني اي نعم. إلى ثالث. إلى ثالث. واللي بعده ترجع الأول. لا أول ما مرة ثاني وثالث. فعندنا درس وقلنا نتحضر شوي نسمع واصل. يلا نتابع مع بعض.
صاحت سلمى يا أطفال صاحت سلمى يا أطفال قوموا واجتمعوا في الحال قوموا واجتمعوا في الحال قالت هيا نحفر حفرة قالت هيا نحفر حفرة ولنزرع في أرضي شجرة ولنزرع في أرضي شجرة لا ننساها بل نرعاها لا ننساها بل نرعاها نروي تربتها بالماء نروي تربتها بالماء وغدا تكبر هذه الشجرة تبقى معنا صيف شتاء تبقى معنا صيف الشتاء. طبعا المفترض اليوم يسمعونها نوريكم نماذج من تسميع الطلاب او تختارون، انا ما عندي مشكله. عندك قائمة الاسماء وممكن اللي اسمه احمد. ما عندنا احمد. اللي اسمه عبد الرحمن. لا يوجد عبد الرحمن. اللي اسمه عبد الله. عبد الله عندنا اثنين، واحد غايب وواحد موجود. يلا يا معلم عبد الله يلا. يلا. صاحت سلمى يا أطفال قوموا واجتمعوا في الحال قالت هيا نحفر حفرة ولنزرع في أرض شجرة لا ننساها بل نرعاها تروي تربتها بالماء ولن تكبر هذه الشجرة تبقى معنا صيف الشتاء. تحية كبيرة حقيقة. الله يجزاك خير. احنا الحقيقة ودنا نعطيكم فكرة عن المشروع في المستقبل. الكتاب والعنوان. الله يجزاك. مبهج وممتع ويعني مثير للطلاب. بعد سنتين يعطيه زميل اخر ويروح فصل خارج بعد يهيئ البيئة التعليمية له. بس اي هذا لو تعطينا بس 3 دقائق نبين لك هذه الفلوس. عندنا مسابقة احنا يعني شعارنا الجودة، فبعد ما ينتهون الطلاب من الصور اللي هو الحفظ المقررة عليهم نعمل لهم مسابقة بحيث تثبيت الحفظ. فنطلع الطلاب كل طالب يقرأ آية والثاني آية ثانية، نشوف الأقوى من يبقى. طبعا اليوم باقي عندنا 2. طبعا في طلاب عندنا اجتازوا المنهج وخلصوا قبل الوقت المحدد. طبعا نجح الطرق الفردية بين الطلاب، وهذا اللي الطلاب كرمهم مدير المدرسة وعملنا لهم رحلة خاصة وعملنا لهم منهج إثرائي. عطنا يا معلم قسان ورقتك حق تسميع المنهج الإثرائي. كبر مهنة ما شاء الله، ان شاء الله لا كبر. يقول اني كنت طالب 3 سنوات وجاءني المشرف الكرم قال تعالي عايش بحيث يشجعهم مهندس الضابط والضروري ضابط والطبيب طبيب. طبعا الان في مثال واضح بالنسبه للمستقبل. وسمعت واليوم الموعود وشاهده مشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد وما نقموا منهم والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يتوبوا فلهم عذاب الجنة ولهم عذاب الحريق. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. بارك الله فيك. كيف نسأل وش وضع الحقائب؟ نعمم الحقائب وصلت الحقيبة المثالية. وش وضع المثالية موصل؟ الا الفيديو اللي يتكلم عن الحقيقه. المشروع طبقنا فيه جدا ونجح، يعني نجاح جيد والان عموما بدل ما يجي في افكار بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك
تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب نعم نعم لا